السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. أهلا بيكم في فيديو جديد وآخر الأخبار الخاصة بالصف الثالث الثانوي. تصريحات شديدة اللهجة من دكتور طارق شوقي عبر مداخلة تلفزيونية قال فيها: أكد دكتور طارق شوقي وزير التربية والتعليم الفني أن تفاصيل عقد امتحانات الثانوية العامة لا يتم اتخاذها بقرار منفرد من الوزير، بل إنه قرار دولة بأكملها ممثلة في مجلس الوزراء ولجنة إدارة أزمة كورونا ووزارة الصحة. يعني الثلاث جهات دول هم اللي مسؤولين عن اتخاذ القرار النهائي في امتحانات الثانوية العامة، بالإضافة إلى دكتور طارق شوقي وزير التربية والتعليم. قال وزير التربية والتعليم في تصريحات تلفزيونية: هذا الموضوع تم دراسته باستفاضة وتمت مناقشة كافة البدائل المتاحة من جانب جميع أجهزة الدولة. وردا على من يقومون بعمل هاشتاج جديد كل يوم على وسائل التواصل الاجتماعي، وبيتكلم على الهاشتاج اللي هي بتاعة إقالة الوزير أو وزير بيضحي بدم الطلاب الثانوية، اللي هي الهاشتاجز اللي بتطلع كل يوم دي للمطالبة بإلغاء امتحانات الثانوية العامة واستبدالها بأبحاث. قال وزير التربية والتعليم: اكتشفنا أن الحسابات التي تطلق كل يوم هاشتاج معظمها حسابات وهمية ومزيفة، يعني مش حقيقية أو مش لأشخاص موجودين فعلا، ولجان إلكترونية تعمل ضد وزارة التربية والتعليم وتدعمهم الجزيرة، اللي هي قنوات الجزيرة. طبعا هو بيقول إن دي مؤامرة معمولة على الدولة المصرية، يعني عشان تدمر التعليم وكده. وأضاف وزير التربية والتعليم: هذه حرب هدفها إنهاك الدولة وإنهاك أولياء الأمور والطلاب المجتهدين. وقال وزير التربية والتعليم: ضميرنا مرتاح جدا من جانب طلاب الثانوية العامة، لأننا كدولة عملنا الواجب في بحث الوضع واتخاذ الإجراءات اللازمة لحماية لجان الامتحانات. يعني ضمير وزير التربية والتعليم وضمير الدولة عموما مرتاح تجاه امتحانات الثانوية العامة التي ستقام في موعدها، وده بسبب ان الدولة عملت كل اللي في وسعها وقدرت انها تعقم وتصرف كتير جدا يعني. نكمل. واضاف وزير التربية والتعليم: مش هينفع نأجل الدفعة كلها سنة عشان الجامعات ما فيهاش اماكن لدفعتين السنة الجاية. يعني في ناس كانت مقترحة انها تأجل سنة كاملة، او يعني امتحانات الثانوية العامة او السنة دي كلها تتأجل للسنة الجاية، وده طبعا اختيار وحش جدا وسيء جدا. بالاضافه الى كده كمان انه مش هينفع يحصل، لان ساعتها هيكون الجامعه تستقبل دفعتين بحالهم مش دفعه واحده. يعني بدل الجامعات ما تستقبل مثلا مليون و400 الف طالب، هتستقبل 2 مليون و800 الف طالب، وده مش هيكون في مكان اساسا. ومش هينفع نستبدل امتحانات الثانويه العامه بابحاث وامتحانات الكترونيه، لان معظم الطلاب للاسف سيعتمدوا على الغش لو فعلنا ذلك. ولو كان الناس عندنا مش بتغش، الناس لو ما كانتش بتغش والطلب ما كانتش بتغش، كنا نقدر او كنا قدرنا نعمل ده. طبعا هو هنا اجمع او خد الصوره الكليه، في طلبه فعلا مش بتغش وفي طلبه مش بتعتمد على الغش بشكل كبير، ولكن ما علينا، هو ده رأيي ودي وجهة نظره يعني. كما عبر وزير التربية والتعليم عن رفضه للمطالب التي تنادي باستبدال امتحانات الثانوية العامة في مصر بامتحانات قدرات لدخول الجامعات، حيث قال: مصر ما فيهاش امتحانات قدرات في الجامعات حاليا، وده محتاج سنة أو اتنين عشان يتعمل، مش حل على الترابيزة دلوقتي. واضاف وزير التربيه والتعليم: مفيش منطق ناجل امتحانات الثانويه العامه اكتر، لاننا لسنا متاكدين من مستوى انتشار فيروس كورونا مع مرور الوقت، وبالتالي محدش ضامن لو اجلنا هيكون الوضع ايه. وانا قصده يعني احنا لو اجلنا اكتر من كده وطلع الفيروس بيزداد سوءا اكتر، طب هنعمل ايه؟ هنأجل تاني ولا هنعمل ايه؟ ساعتها مش هيكون في حل. وكذلك العكس، لو احنا عملناها دلوقتي في الظروف دي وبعد كده الوضع ازداد سوء، فهنكون احنا عملناها او هتكون الدولة عملتها في وضع اقل خطر. فده وجهة نظري يعني. وأكدت التربية والتعليم أن لجان امتحانات الثانوية العامة ستشهد هذا العام عمليات تأمين وتعقيم كامل تم دراسته من جميع الأجهزة السيادية في مصر، وسيتم توزيع كمامات ومطهرات على الطلاب يوميا، وسيتم الكشف عليهم بكواشف حرارة، وسيتم تعقيم كل اللجان بالكامل، وسيتم تعقيم 5000 لجنة كل يوم. آه، وقال وزير التربية والتعليم: الطالب هيمتحن وهو لابس كمامة في لجان الثانوية العامة، وكذلك المعلمين المشاركين في أعمال الامتحانات. يعني المعلمين اللي هيحطوا الامتحانات ويقفوا ويراقبوا على اللجان المفروض يكونوا لابسين كمامات. وأضاف أن عدد المشاركين في إدارة المنظومة امتحانات الثانوية العامة نصف مليون، يعني نصف مليون مدرس أو معلم وناس بتحط امتحانات والكلام ده كله، والطلاب هيكونوا 100 أو مليون و400 ألف طالب، والدولة وافقت على تمويل عمليات تأمين هذه المنظومة الضخمة. ده كان كل حاجة عن آخر الأخبار والمستجدات للصف الثالث الثانوي والثانوية العامة، وآخر مستجدات أو آخر تصريحات دكتور طارق شوقي وزير التربية والتعليم الفني.
وده طبعا ينطبق على كل السنين بقى، أو يعني او على كل الفئات، سواء ثانويه عامه او ازهريه او دبلومات فنيه. الكلام ده يكون عام على كل المراحل دي. عندك اي استفسار او سؤال، او عندك اي رأي او مقترح، او حابب ترد على الخبر ده او التصريحات بتاعت وزارة التربية والتعليم دي، سيبها لنا في الكومنتس عشان رأيك مهم جدا ولازم يوصل. كمان صفحة الفيسبوك بتاعتنا والجروب بتاعنا على فيسبوك تحت اسفل في الديسكربشن، اللي هنزل عليه كل التطورات والاخبار الجديدة ان شاء الله اول باول، ولا هيكون في المستقبل ان شاء الله نتائج الطلاب بتوع الصف الثالث الثانوي والتنسيقات. لو عايز تنضم ليهم او لو انت مهتم يا ريت تنضم ليهم. ونشوفكم فيديوهات جايه ان شاء الله باخبار جديده، والسلام عليكم ورحمه الله وبركاته.